مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. قبل ما نتابع معاكم القضايا والموضوعات المختلفة، مفيش شك انه في تقرير اذعناه امبارح متعلق بلجوء الناس الى ما يسمى ببقايا الطعام او بالاكل الكسر او كسر المصانع، اثار جدلا كبيرا. والحقيقة الناس تقعد تتأمل في هذه المشاهد وما تبقاش بقى يقول لك اصله في حملات لاغلاق هذه الاسواق. لا، يجب ان تكون هناك حملات لازاحه المعاناه عن الناس علشان ما يلجأوش الى الاكل الكسر. المهم انه عدد كبير من الاطباء ومن المسؤولين في الصحه اتصلوا بيا وقالوا لي ان الاكل ده في منتهى الخطوره، وتداعياته الصحيه واثاره الصحية سيئة جدا، وإنه أكل يحمل كل ما هو ملوث. لكن مهما هنقول ده هو بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين هو اللي هنقدر إن احنا ناكله وهنجيبه، لأنه الحاجة اللي ب20 جنيه هجيبها ب2 جنيه وهجيبها بجنيه ونص وهجيبها ب3 جنيه. التقرير زي ما هتشوفوه البقايا الجبنة دي تحديدا في منتهى الخطورة، فيها يعني قالوا لي فيها كل أنواع البكتيريا وفيها مشاكل صحية كبيرة. ده البقايا بتاع الجبنة الرومي اللي هي بتقدم للناس على إنها هي دي الجبنة الرومي. هل القضية بقى إنك هتقول للناس الأكل ملوث صحيا ولا هيسمعك؟ لأنه جيبه فاضي وحالته المعيشية والاقتصادية مش هتخليه يجيب الأكل الطبيعي، يعني مع ارتفاع أسعار كل السلع، المواد الغذائية تحديدا كمان اللي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، الخضروات والفواكه وكل أنواع المأكولات والأكل. وبالتالي هنا نشأة وتطور وتنامي وتزايد هذه الأسواق في مصر، وهي أسواق متعلقة بالأكل الكسر. شوفوا اسمه، لا، المواطن المصري يستحق طعاما كاملا وصحيا، مش الطعام الكسر ولا الأكل الكسر، لأنه مش مواطن كسر، لا، ده هو مواطن إنسان وبني آدم، ويستحق أنه يرفع رأسه لفوق ويستحق أنه يأكل جيدا. وفي العديد من دول العالم اللي فيها مشاكل اقتصادية هتلاقوا دايما أسعار الأكل والحاجات دي رخيصة مش غالية. ليه؟ لأنهم بيشوفوا كمان الحالة المعيشية والاجتماعية عند الناس. وهيقولك إلا الأكل، يعني طبعا إلا الأكل والدواء. لما الناس تلجأ إلى هذه الأسواق اللي فيها الأكل الكسر أو بقايا الطعام أو فضلات الطعام او فتات المائدة اللي بيتلم كده ويتحط في اسواق، والناس تبتدي بتشتريه وتقبل عليه اقبالا كبيرا، وتنتشر هذه الاسواق في مصر. لان هذا التحقيق التلفزيوني اثار جدلا شديدا، ولان وجدت انه الاهتمام بالحالة الصحية مش الاهتمام بانه كيف يمكن ان نمنع المواطن من هذا الطعام مهما حذرته صحيا، مهما نبهته طبيا. والله لو قلت له هتاكله هتموت. شوف، لو وصل مهما وصل بك الامر، لو قلت له لو هتاكله هتموت، هو ما عندوش بديل الا اللجوء الى هذه الاسواق. دي فيها كل انواع السلع، كل انواعها، ويقبل عليها المواطن لتعويض المواد الغذائية التي لا يستطيع الحصول عليها بشكل طبيعي. وعلشان كده هنستعيد معاكم تاني هذا التحقيق التلفزيوني الذي أثار جدلا ولغطا شديدين، ونتمنى أنه ينبه الحكومة إلى أنه الناس وصل بها الحالة إلى أنه المواطن مش ممكن نخليه مواطن كسر ويلجأ إلى الأكل الكسر، لا، هو مواطن يستحق أن يعيش بآدمية وبإنسانية.
الحاجات دي المفروض اصلا تترمي، دي بقايا المخلفات بتاعت المصانع.